كيفاش تخلي الغياب ديالك مصدر للقوة. حتى إلا كنتي شخص عنده شخصية جذابة وكاريزما كبيرة وعندك فلوس، السلطة والجاه، كتقن فن الكلام وكتفهم قواعد لغة الجسد، لكن انت ما كتخدمش هذا القانون اللي غادي ندوي لك عليه من دابا شوية. قانون اللي دوا عليه كتاب 48 قانون للقوة. فتأكد باللي غادي يجي النهار اللي غادي يمل منك كل شيء وغادي يهربوا منك، سواء في العلاقات ديالك مع الناس أو في الخدمة أو القراية. قيد عندك هاد الملاحظة وسطر عليها مزيان. الحاجة اللي كتروج عند الناس بزاف كيقل الثمن ديالها. هذه قاعدة ضرورية في علم الاقتصاد. نقولها لك بطريقة أخرى، كل ما زدتي من الحضور ديالك والهضرة ديالك، كل ما غادي تخلي المكانة والهيبة ديالك قلال عند الناس. خاصك انفو يكونوا عليك الناس انطباع خاص، خاصك تكون ذكي وتنسحب باش يزيدوا من الهضرة عليك ويزيد الإعجاب ديالهم بك. خاصك تتعلم امتى تغبر باش تزيد من القيمة ديالك. خاصك تكون عملة نادرة. هاد الشيء علاش في هذا الفيديو غادي ندوي على فن الغياب وكيفاش تخلي الغياب ديالك مصدر للقوة. لكن قبل ما نبداو ما تنساش دير لايك وتضغط على زر الاشتراك وراه فابور ويمكن لك تحيدو في اي وقت بغيتي. يلا بينا باش نفهموا هاد فن الغياب مزيان. غادي نبدا لكم بواحد القصة. من زمن بلاد الرافدين، الآشوريين استطاعوا أنهم يحكموا جزء كبير من آسيا لبزاف ديال القرون، لكن في القرن الثامن قبل الميلاد ناض الصداع عند الآشوريين وبالضبط في ميديا قديما واللي كتسمى دابا شمال غرب إيران. وقدروا الميديين أنهم ياخذوا الاستقلال ديالهم وخلاهم الخوف ديالهم من أنهم يحكمهم مرة أخرى ملك اللي صعيب. خداو قرار بأنهم ما يحكمهمش شخص واحد وأسسوا إمارة بلا قائد. وهذا الشيء اللي خلى البلاد دخل في فوضى مرة أخرى وتفرقت كاملة القبائل اللي كتقاتل بيناتها. في وحدة من هذه القبائل كان عايش فيها واحد الراجل سميتو ديوسس اللي تشهر بين الناس بالعدل والقدرة ديالو على فك المشاكل. بهذا الوقت كان الفساد منتشر بزاف وما كانوش الناس كتيق في المحاكم، وهذا الشيء اللي خلى كل واحد فيهم ياخذ حقه بيديه. يعني كانوا مطبقين قانون الغاب. وفاش دارت الهضرة على ديسوس باللي شخص عادل وكيعرف كيفاش يحل مشاكل بلا ما يكون في طرف اي واحد، ولاو كاع القبائل كيلجؤوا ليه باش يفكوا المشاكل ديالهم، ولا هو الوسيط للعدل في البلاد. فاش وصل للذروه ديال السطوه ديالو حس بلي هادشي ماشي ديالو وما لقاش خاطرو فيه، بحيث ولا مقابل المشاكل ديال الناس ومخلي ديالو. ومع غبر ديسوس فجأة دخلت البلاد في حالة كبيرة ديال الفوضى. انتشر الفساد بواحد الشكل كبير ولا الكبير كيقصي في الصغير. المهم الميديون قرروا انهم يتجمعوا كاملين ويفكروا فاشنو غادي يديروا باش يفوتوا هاد المحنة. وقال واحد الزعيم ديال واحد القبيلة حتى حد ما غادي يقدر يعيش في هاد البلاد في هاد الظروف الصعيبة وهاد الروينة كاملة، خاصنا نتفقوا ونعينوا واحد منا هو اللي غادي يولي القائد ديال البلاد كاملة باش نعيشوا في بلاد منظمة قبل ما نخسروها بسبب هاد الفوضى. فالشعب ديال ميديا كامل اتفق على واحد الشخص اللي هو ديسوس. بالطبع قلبوا عليه وبقاو معاه شحال باش يقنعوه يحكمهم، وفي الاخير قبل العرض ديالهم لكن بشروط. كان خاصهم يبنيوا ليه قصر ويديروا ليه عاصمة يحكم منها، وهذا الشيء اللي كانوا طبقوه. ديسوس استقر في القصر ديالو ودار قواعد ديالو خاصة وما يمكنش لأي واحد يقابله أكثر من مرة واحدة في السيمانة. من بعد ما وافق بطبيعة الحال ديسوس حكم لمدة 35 عام. في هذه المدة قدر يوسع من الإمبراطورية الميديا اللي ولات من بعد الإمبراطورية الفارسية. ديسوس كان راجل طموح بزاف وعرف بكري باللي البلاد محتاجة الحاكم قوي، وعرف باللي هو الشخص المناسب لهذه المهمة، وعرف باللي البلاد اللي فيها فوضى القوة والسطوة كتكون عند الحاكم ديالها. هذا الشيء علاش خدم على السمعة ديالو كواحد الراجل اللي عادل وما كينحاز لأي طرف كيف ما كان. في الذروة ديال القوة والسطوة ديالو عرف ديسوس الأهمية ديال قاعدة الحضور والغياب. ففي الأول خلاتو السهولة ديال الوصول ليه والخدمات ديالو يولي رائج عند الناس. هذا الشيء اللي خلى الاحترام ديال الناس ليه ينقص، والناس ولا كيصحابهم باللي المعاملة اللي كيدير معاهم بزز عليه. هذا الشيء علاش كانت الطريقة الوحيدة باش يرجع الهيبة والسطوة ديالو بينهم هي الانسحاب في خطرة واحدة، هي يخلي الميديين يذوقوا طعم الحياة بلا بيه. وكيف ما توقع رجعوا قلبوا عليه وطلبوه باش يرجع ويولي الحاكم ديالهم. وولا الحاكم ديالهم وبالشروط ديالو الخاصة.
مجرد عرفت التأثير ديال قاعدة الحضور والغياب فعلها وطبقها لأقصى حد ممكن. في القصر ديالو ما كانش كيشوفوا الا عدد قليل من الرجال ديالو محسوبين على رؤوس الاصابع، وكيف ما قال المؤرخ هيروديت الخطر اللي غادي يجي من كثرة الرؤية ديالو هو الحسد والغيرة منه. هادشي اللي غادي يولد المؤامرات والفتن، لكن فاش ما كيشوفوا حد تقالوا عليه اساطير وتأويلات. الحاجة المهمة اللي خاصنا نتعلموها من هاد القصة هي اي حاجة في هاد العالم كتعتمد على قاعدة الحضور والغياب. الحضور القوي كيجذب ليك الانتباه والقوة، هادشي اللي كيخليك تبان كتر على المحيطين بك، لكن ولا بد كتجي ديك اللحظة اللي كيولي فيها الحضور ديالك العدو ديالك. كيخليك الحضور وكثرة الهضرة ديالك تخسر الهيبة والمكانة ديالك بين الناس وكتولي حاجة معتادة. هادشي علاش واخا دير اللي درتي باش تحافظ على الهيبة والقوة ديالك، الهيبة والسلطة ديالك غادي تبدا تنقص مع الوقت حتى ما تبقاش كاع. خاصك تتعلم تنسحب في اللحظة المناسبة قبل ما يوليو الناس يرفضوك. فالمدير اللي كيجلس بزاف مع الموظفين ديالو واخا يكون ظريف وودود معاهم بزاف، غادي يجي النهار اللي غادي يتجرأوا عليه ويطلعوا عليه فوق راسو، وهادشي اللي غادي يخلي الهيبة والقوة ديالو طيح قدامهم. هادشي علاش الا مشيتي حتى هملتي راسك ووليتي شخص عادي عند الناس فراه غادي تلقى الوقت تعطل، لكن يمكن لك تمنع هادشي يوقع الا خليتي الشخص الاخر يولي غير يبغي يشوفك وتخليه بزز منه يحترمك من خلال اتقان قاعدة الحضور والغياب. وقال نابليون على هاد القاعدة فاش كيولي الحضور ديالي كتير على المسرح كيقلل تأثر الناس بيا. فهاد العصر ديالنا اللي ولا عامر بالحضور كتولي القاعدة ديال الغياب هي اللي عندها التأثير الكبير قبل من أي وقت آخر، ولا من نادر أنه الناس يعرفوا التوقيت الصحيح للغياب. هادشي علاش كيعجبنا أي شخص اللي كيغبر وقت ما بغى. غادي نعطيكم مثال من الواقع ديالنا الحالي باش تفهموا هاد القاعدة ديال الغياب مزيان. هاد القاعدة كنلاحظوها بزاف في عالم الاقتصاد، ففاش كتكون واحد السلعة معينة قليلة بزاف في السوق كتولي نادرة، وهادشي اللي كيخلي القيمة المادية والمعنوية ديالها تطلع. نعطيكم مثال، ففي عام 2020 كان الثمن ديال البترول طايح بزاف حيت كان العرض فايت الطلب. هادشي علاش حاول تستافد من هاد القاعدة في المهارات ديالك حتى هي، بحيث غادي تولي تقدم للعالم شي حاجة نادرة وصعبة المنال. هادشي اللي غادي يخلي القيمة ديال داكشي اللي كتقدمو ترتفع. فهادشي اللي كنلاحظوه دابا فالمهارات بحال البرمجة مطلوبة بزاف حيت الناس اللي كيتقنوها قلال بزاف. هادشي اللي كيخليها مهارة ذات قيمة كبيرة بزاف، لكن خاصك تعرف باللي هاد القاعدة ما يمكنش ليك تطبقها إلا من بعد ما تكون اكتسبتي قدر كبير من السطوة والهيبة. فضرورة الانسحاب ما كتجي حتى كتخلي كل شي يعرفك وتولي محفور في الأذهان ديالهم، حيت إلا غبرتي بكري غادي تخلي الناس ينساوك بسهولة. هادشي علاش قبل صنع لراسك صورة قوية قدام الناس. خاصك تفرض الهيبة والسيطرة ديالك، وفاش كتزاد الشهرة ديالك كتزاد الهيبة والقوة ديالك. إذا إلا مشيتي تطبقتي قاعدة الغياب غادي تخلي بنادم يولي متشوق وحيران وملهوف غير يمتى يشوفك. طبق فن الغياب وتقنو وشوف كمية القوة والسطوة والهيبة اللي غادي تجنيها من الغياب ديالك. الفيديو ديالنا غادي نختموه بواحد الاقتباس زوين. الكووت ديالنا اليوم هو Absence that common cure of love من لورد بايرون، يعني الغياب هو العلاج الشائع للحب. يعني الغياب في بعض الأحيان أحسن من قوة الكلام والهضرة. برادر قول لنا في التعليق شنو هو الفن اللي تبغي ندويو عليه في الفيديوهات الجايين، وقول لنا امتى غادي تبدا في التطبيق ديال فن الغياب. اوكي انا وصلنا لآخر الفيديو، فإلا شفتي راسك استفدتي منه شي حاجة يعني خاصك تشترك بالقناة حيت غادي تستافد بزاف الامور من هنا لقدام. وما تنساش تخلي لايك باش ينتشر الفيديو كتر وباش نعرف بلي عجبك الفيديو باش نولي نحط فيديوهات كتر. وما تنساش ديري اشتراك، راه فابور يمكن لك تحيدو في اي وقت. كان معاكم اريغاتو، السلام عليكم.